هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عارفة ان انتوا مش بخير قوي لان امتحاناتنا قربت. امتحانات تالتة اعدادي قربت ومش عارفين ازاي تلموا منهج العربي. خلاص مفيش وقت، فقدامكم يوم واحد بس. فانا جيت عشان اقول لكم ان اليوم ده استغلوه ازاي، وازاي تلموا المنهج في يوم واحد بس وتلموا الافكار الرئيسية في المنهج. وهشرح لكم بالتفاصيل ازاي تذاكروا النصوص والقراءة والقصة، وكمان النحو ده مخصصه له وقت لوحده اصلا. فهقول لكم ازاي تلموا كل ده. بس عامه انا مش هطول في المقدمه لان انا عارفه ان انتوا مزنوقين، واحتمال كبير ان انتوا تكونوا مسرعين الفيديو زي ما انا بعمل في العاده عشان مفيش وقت. فالمهم، اول حاجه هي ان انتوا هتجيبوا كشكول، ماشي، هتقسموه على نصوص وقراءة قصة ونحو. اوكي، في حتة النصوص هتكتبوا دروس النصوص اللي عندكم، وحتة القراءة اللي هو السطر بتاع القراءة هتكتبوا تحتيه دروس القراءة اللي عليكم. والنحو اعتقد 4 دروس نحو، والقصة كذلك 8 فصول قصة. ده انتوا قسمتوا المنهج في ايه بالظبط. تاني حاجة هتعملوها هي انكم هتقسموا الوقت. يعني النصوص انا من وجهة نظري شايفة ان النصوص ممكن 45 دقيقة للنصوص، لان هي صعبة شوية بس مش مستاهلة ان احنا ناخد عليها وقت اكتر من كده. ف 45 دقيقة لكل نص، كل نص 45 دقيقة. بعد ما تخلصوه تاخدوا بريك، بعدين تبدأوا في النص اللي بعديه. والنصوص اللي محتاجة حفظ هتحفظوها ازاي؟ تبدأوا تكرروها شفويا، بعدين تبدأوا تكتبوها مرتين 3 كده. وده بالنسبة للنصوص. تاني حاجة اللي هي القراءة، أنا شايفة إن هي تلت ساعة كتير عليها أصلا يعني. تالت حاجة وهي النحو ده حاجة تاني خالص. ليه بقى؟ لأن انتوا هتسمعوا فيديو للنحو، يعني درس هتذاكروه من الأول لأن النحو مش أصلا إن انتوا تفضلوا تقرأوا كده وخلاص. لا، ذاكرت النحو مش كده. النحو هتعملوا ايه؟ هما 4 دروس نحو، وكل كل درس في اليوتيوب مقسم على جزء واحد بس، مش اللي هو كذا جزء والكلام ده. فهتبداوا تسمعوا 4 فيديوهات نحو للمستر اللي هحط لكم صورته هنا، وممكن كمان تحطوا اي مستر انتوا عايزينه، ده على حسب ما انتوا بتحبوا او المستر اللي بترتاحوا له من اول السنه. حتى لو انتوا مذاكرين دروس النحو يفضل ان انتوا تبداوها برضو مره تانية. تالت حاجه اللي هي القصه، انا عن نفسي بسمع من هنا. بصراحة بحس ان هي يعني قناة حلوة، معرفش، هي بتروي لي القصة بطريقة حلوة. بعدين بقرأها قراءة سريعة، بعدين بطلع اهم الاحداث اللي في القصة. تاني خطوة عامة اخدت كذا حاجة، اللي هو قسمنا الوقت، بعدين قلت لكم على كذا معلومة. بس مش مهم يعني، مش وقتنا دلوقتي، انتوا امتحانكم بعد بكرة. امتحاننا مع بعض. اوكي. تالت حاجة هي ان الحل. بصوا، هتبدأوا تحلوا لو مش معاكم ملخص، بس اعتقد كله معاه ملخص تالتة اعدادي اللي هو الامتحان. هتعملوا ايه؟ هتبداوا تحلوا محافظات، يعني 5 محافظات كويسين جدا. وكمان ركزوا على المحافظة بتاعتكم، يعني اعتقد كل محافظات اصلا بتكون قاعدة. فشوفوا محافظتكم ايه، وشوفوا المحافظة دي كان ايه الامتحان اللي هو السنة اللي فاتت كان عبارة عن ايه. فدي طريقة كويسة جدا هتعرفوا فيها الامتحان عشان ما تدخلوش اللجنة تتصدموا اصلا من منظر الامتحان. فدول ال3 نصايح. وفي حاجة عايزة اطلبها منكم بجد، يعني هو ده طلب يعني. قولوا لي ازاي اذاكر التعبير. اوكي، انا بعرف اكتبه بس قولوا لي ازاي اذاكره لان انا مش عارفه. انا زي ما بقول لكم نصايح، انا بجد محتاجه ازاي اعرف التعبير. يعني انا دي الحاجه الوحيده اللي عامله لي عائق كبير جدا، ان انا مش عارفه ازاي اذاكر التعبير. فيا ريت تقولوا لي ازاي اذاكر التعبير، او ايه مواضيع التعبير اللي ممكن تيجي. بالمناسبه انا تالتة اعدادي. اوكي، باي. لازم اروح اغير عشان ابدا مذاكره، او اروح اكمل مذاكره لان ورايا مذاكره. باي يا جماعه. في حاجه بسرعه عايزه اقولها لكم. انا قلت لكم باي، بس ادعوا التوفيق من ربنا، وصلوا اقيموا الليل عشان الدعاء بتاعكم ان شاء الله يستجاب. فصلوا ويعني ادعوا كتير وربنا مش هيخيب املكم. باي مرة تانية.